احب بس اتكلم في الاول عن المعبد اليهودي اللي هو في شارع عدلي. المعبد ده لحد الان مغلق، وكان بيجي له السياحة اليهودية. ده يعتبر تحفة فنية رائعة، أنا هشرحه بالتفصيل، لكن هدي فكرة عامة كده عن المعبد ده في شارع عدلي. كتير جدا من المصريين ما يعرفش المعبد ده إيه، وممكن بيعدوا من حواليه أو من أمامه ما يعرفش المكان ده إيه. المكان ده يا جماعة يعتبر من المعابد اليهودية اللي تعتبر فريدة جدا من نوعها في العالم، واللي يخش المعبد دوت يتفرج على الطراز، لأن حتى في الفكر اليهودي في الشبت، في أيام السبت، لأداء الطقوس اليهودية، كان اليهود بيتجمعوا داخل المعبد في شارع عدلي لأداء الطقوس. وفي منهم المثقفين المصريين، وحتى كمان كان في كاتب يهودي اللي هو مؤسس الحزب الشيوعي في مصر، اللي هو هنري كارمن، اللي هو ده كان يهودي أسس الحزب الشيوعي في مصر، لأن اللي أسس الحزب الشيوعي كمان في سوريا خالد بقداش في 1934. الراجل ده كان صديق الكتاب المصريين اليساريين الشيوعيين. فلما كان كتب عن المعبد دوت قال ده تحفة فنية موجودة في قلب مصر. عملت ايه بقى السلطات المصرية لما خرجوا اليهود من مصر؟ قفلوا المعبد دوت. لما اتقفل حتى للسياحة اليهودية ممنوع زيارته. اقتصرت الزيارة فقط على 14 معبد، وخصوصا السياحة الأكثر بتتوجه إلى معبد بن عزرا في قلب مجمع الأديان. لكن ده معبد لحد الآن مغلق وتحت السيادة والسيطرة الحكومة المصرية. من ضمن الحاجات إن ممكن تجيب ذهب، فعلا ممكن تدخل عملات صعبة، ممكن تدخل دخل قوي جدا. وفي كتير من المصريين زي اخونا اللي كان بيتكلم كان ليه بيزنس مع اليهود، وفقد هذا البيزنس نظرا للأهواء السياسية اللي بتمر بيها مصر. يعني كارثة من جميع النواحي، ناحية اقتصادية، فقد البيزنس مع الدول الأخرى. لذلك الحكمة في إدارة الأمور، علم الإدارة ده علم لوحده، كيفية إدارة الكوارث، كيفية إدارة الأزمات. مش أي حد يطلع ويدير مكان. أنا مش بتكلم على مكان، أنا بتكلم على دولة. يعني لازم المشكلة طبعا إن الفكر الديني في الدول العربية مسيطر على العقول بطريقة طبعا يعني تخلي الواحد اتعمل له غسيل مخ عن طريق الدين. شحن بطاريات، بيتم شحن الإنسان منذ الصغر على كره الآخر. يعني مطلوب منه إيه لما بيكبر؟ كره الآخر. كرئيس جمهورية لازم في حكمة في إدارة الأمور، حكمة لأن المشكلة الشعب اللي وراك، أنت مش لوحدك. المشكلة الشعب اللي وراك إن كل الشعب اللي وراك ده بيبقى في منعطف خطير جدا، لأنك أنت القائد، أنت الرئيس، المسؤولية عليك أنت وعلى عاتقك أنت. لكن لما بتتكلم بيبقى أنت كده ضد شرع الله وضد اختيار الله، ودي المصيبة في الدول العربية. فكر جامد، في جمود في الفكر ده. نتيجة إيه؟ نتيجة التعليم منذ الصغر. فأنت عشان تغير كل ده مش هتغير كل ده في يوم وليلة، ده محتاج سنين ومحتاج قرون عشان تغير.
بالنسبة للسؤال ايه علاقة السياسة الأمريكية بالإخوان؟ علاقة طبعا السياسة الأمريكية بالإخوان، أمريكا ملهاش صاحب ولا يمكن هيبقى ليها صاحب. طب ليه بتساند الإخوان؟ هو بقى السؤال هنا، ليه أمريكا بتساند الإخوان؟ عارفين طبعا إن الإخوان كجماعة محظورة داخل مصر، وجماعة طبعا غير مرغوبة فيها. زي ما قلت لحضرتك قبل كده إن من مصلحة أمريكا عدم وجود ديمقراطية داخل الدول العربية، وعدم إن يكون في اختيار وحرية للشعوب العربية. دي مصلحة أمريكا في كده، لأن طبعا في خريطة تقسيم الشرق الأوسط، ودي حدثت بالفعل وما زالت تحدث. فمصلحة أمريكا إنها تلعب بالكارت دوت اللي هو كارت الإخوان، عارفة إنها جماعة ضعيفة، وعارفة إنها غير مرغوبة، وعارفة إنها ملهمش قوة ولا ليهم سند، فبتساندهم عشان تسيطر على المنطقة العربية، وتسيطر برضه وتحطهم في الصورة، وهي تكون الكيان والسيطرة ليها هي والهيمنة الأمريكية في المنطقة، وتضع بقى الرؤساء كشكل بس، لكن هي اللي بتدير. بدليل اللي حصل حاليا، مدام هيلاري كلينتون لما راحت الصحافة صورت والمدام قاعدة بتضحك، والسيد الرئيس محمد مرسي قاعد برضه بيضحك، وقالوا خلاص مفيش أي نزاع ولا كونفليكت بين مصر وإسرائيل، وخلاص الموضوع هدي بعد طبعا لما إسرائيل بعتت صواريخ وأرسلت صواريخ وتهدد بيوت وأهالي فقدت. مصلحة أمريكا هي عايزة كده، عايزة إن تلعب بهذا الكارت وهي تدير المنطقة، وتكون هي ليها اليد العليا في إدارة الأمور، لأن عارفة طبعا إن جماعة ضعيفة وجماعة هشة وتاريخها بيقول كده. معايا تليفون تاني. ألو ألو. ايوه، مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك، اتفضل. قناه الطريق الشارع المسيح، اتفضل. انا بشكرك يا استاذ كرم، وبتابع البرنامج بتاعك على طول على العلم الواسع اللي انت بتقول لنا عليه دون، وحقيقي بجد بشكرك. يعني اتصالي اولا عشان اشكرك بجد يعني. ثانيا انا بس بقول في موضوع برضو الاخوان ومسك الحكم في مصر، الهديه اللي هي اديتها لهم الاخوان ان هي مديها لهم سينا، وطبعا هي الاخوان الوحيده اللي هتساعدهم على تقسيم مصر. انا بضيف بس على حاجه على اللي انت قلته يعني. نعم. ومتشكر قوي. ربنا يخليك، طبعا اشكرك على هذه المداخله. طبعا حتى سيد قطب، انا جه في بالي دلوقتي سيد قطب. سيد قطب تعليمه في امريكا، وتعلم وقعد 6 سنوات في امريكا. مين اللي خلى سيد قطب يوصل للمرحله اللي هو وصل لها من اعطاء خطابات؟ ومين اللي عدمه؟ امريكا. نظرا برضو ان الكثير لا يعلم ان سيد قطب اتى الولايات المتحده الامريكيه وتعلم هنا لمده 6 سنوات، ثم ذهب الى مصر. وحتى في فكر جماعه التكفير والهجره وجماعه الاخوان المسلمين اللي كان بيقبض عليه ابان الفتره اللي هي في العصر البائد ايام الرئيس حسني مبارك، اللي كان بيقبض عليه من جماعه الاخوان من قبل امن الدوله، كان اهم حاجه يشوفوا الكتب اللي بيقراها من جماعات تكفير وهجره، من كتب سيد قطب. لكن انا يهمني لب الموضوع، جذور الموضوع، ان كانت امريكا ليها دخل كبير جدا في اعدام سيد قطب. فهي بتعمل الرئيس وبتعمل الزعيم، وبرضه هي اللي بتقضي عليه. اللي بيحصل حاليا دلوقتي ده من قبل السياسة الأمريكية والخارجية الأمريكا، والسياسة الخارجية الأمريكية إن بتلعب بكروت موجودة داخل الدول العربية. حتى في مقولة قالها الرئيس الراحل محمد أنور السادات إن the Arabs agree for not disagree، إن العرب اتفقوا ألا يتفقوا.
ودي قالها في العرب ليج، جامعة الدول العربية في ميدان التحرير. العرب اتفقوا ألا يتفقوا، يعني حتى بيتكلموا لغة الضاد لكن حتى مش متفقين مع بعض. فاللي بيحصل حاليا سوريا انهيار، الدول العربية في انهيار تام، لأن طبعا مفيش اتحاد فيما بينهم. العمل صدام حسين الرئيس العراقي الولايات المتحدة الأمريكية، واللي قضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية في عيد الأضحى. حتى القاضي اللي صدر وقال الحكم على الرئيس صدام حسين كان في يوم عيد الأضحى الساعة 5 الفجر، يعني مع أول أذان لأول شيخ أو إمام في الدول العربية تكون نهاية الرئيس صدام حسين بالإعدام، ليكون عبرة للملوك ورؤساء العرب. رؤساء الدول العربية عملوا حاجة ولا حاجة، لأن هم عارفين، السياسة الأمريكية عارفة أن أصلا الدول العربية ورؤساء الدول العربية مش متفقين مع بعض، هم يقعدوا يتخانقوا بس. يعني هم يخشوا الدول العربية، جامعة الدول العربية، يتكلموا مع بعض وتنتهي بخناقة. ليه؟ عارفين ان طبعا في حته الاروجنت وحته العنجهيه الكذابه وحته انا وانا وانا، دي عقليه عربيه معروفه، ومعروف ان ممكن ما فيش مائده مفاوضات، ما فيش يتكلموا مع بعض، يعني لازم خناقه، لازم مشاجرات، ما فيش ادب الحوار، ده مش موجود. فهم عارفين العرب قعدوا مع بعض مش هيتفقوا، يعني بيتكلموا لغه واحده بس مش هيتفقوا مع بعض. ليه؟ لان طبعا في اختلافات في الاراء، وكل واحد شاعر ان هو احسن من التاني وافضل من التاني، فهتكون النتيجه ايه؟ خناقه مع بعض. لذلك يعني رحمه الله عليه الرئيس السادات قال هذه الجمله، والجمله دي صحيحه، ان العرب اتفقوا الا يتفقوا. وده اللي بيحصل حاليا، ان فين رؤساء الدول العربيه من اللي بيحصل؟ ولا حاجه، والكل عباره عن اداه وعروسه دميه في اليد السلطه الامريكيه، هي اللي بتحرك. وأول درس برضو لما الرئيس أوباما حتى لما تولى الرئاسة، أول درس أعطاه للدول الإسلامية إيه؟ في توليه الرئاسة قال إن من إسرائيل حقها الدفاع عن نفسها، وإحنا هندافع عن إسرائيل في حالة وقوع حرب على إسرائيل. يعني الراجل قالها صراحة، أي دولة دول عربية عشان تفكري ان انت تحارب اسرائيل يا امريكا، احنا هنحارب مع اسرائيل. ظهرت جدا بوضوح، في حتى الصوره ابتدت تتضح، وبدا كان في ضبابيه، دلوقتي في شفافيه في الصوره. يعني الرئيس باراك اوباما عايز يقول ايه للدول العربيه. انا ما ببصش لهيلاري كلينتون انها رايحه هناك عشان تهدي الموقف، لا، امريكا عايزه كده، عايزه كده، عايزه اللي بيحصل ده، وعايزه يحصل ده لغزه، هي عايزه كده. انا ببص للمنظر كفكر، ببص من ورا الصوره دي في خلفيتها في ايه، وللعلم بالشيء